ودول 5 افلام مصريه لو انت من مواليد التسعينات وانت طالع هيفكروك بايام حلوه. اول فيلم من الافلام دي هو فيلم همام في امستردام، فيلم من بطولة محمد هنيدي، والفيلم ده احنا كنا بنستمتع بيه جدا واحنا صغيرين، بغض النظر عن فكرة الفيلم ده اللي بعد كده هنكتشف ان هي واقع بنعيشه كلنا كشباب. مسكريني ده من اشهر محلات الاكل في امستردام، ياكش انت تكون بتحلم تشتغل فيه. فشر اشتغل وحياتك لا اشتريه كمان، هي الاحلام بفلوس. الفيلم بيحكي عن قصة سعود همام، الشاب اللي بيسافر لهولندا زيه زي اي شاب بيحلم ان هو يطور من نفسه ويساعد نفسه ويعمل فلوس بسرعة. قصة سعود همام دي في حد ذاتها هي اللي ساهمت ان الفيلم ده ينجح جدا لما يتعرض. الفيلم بكل تفاصيله وبكل اغانيه بيفكرني بايام حلوة وانا صغير، واكيد 100% بيفكركم انتوا كمان بنفس الايام الحلوة دي، ايام ما كنت بتصحى من النوم بس عشان تشوف هتلعب ايه النهارده. اغنيه جامده قوي في الفيلم ده، انا يعني كل ما بسمعها جسمي بيقشعر، وهي عارفين هولندا عارفينها وفلوس هولندا عارفينها شبرا مصر بنها باب عاتب 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 واللي منها ايه. تاني فيلم من الافلام دي هو فيلم الليمبي. فيلم الليمبي مفيش شك ان هو اول ما نزل في السينما عمل بوم في السينمات كلها، وكان فيلم طفره في الوقت ده. الفيلم اللي اول عرض ليه كان في سنه 2002 وجاب ايرادات عاليه جدا في السينما في الوقت ده، وبالرغم من ان الناس كتير ممكن تختلف على الفيلم ده، ولكن الفيلم ده هو من اكتر الافلام الكوميديه اللي انا بحبها جدا، واللي بتفكرني بايام ما كنت صغير، وببقى عايز اسمع الاغاني اللي كانت في الفيلم ده عشان افتكر الايام دي. حتى اغنيه ام كلثوم اللي غناها محمد سعد في الفيلم ده وتم تشويهها، يعني حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، انا بحب اسمعها جدا بصوت محمد سعد. حب جاي تقول عليه. في حاجة تانية عايز اضيفها ليك يمكن تكون انت مش عارفها، ان فيلم الليمبي هو مش فيلم كوميدي، هو فيلم تراجيدي جدا ومليان صعبانيات، وده اللي فهمته لما كبرت واتفرجت على الفيلم ده تاني وانا كبير. مالك يا واد؟ جعان ياما. من امتى الجوع بيعكننك؟ ما انت طول عمرك جعان. عايزاني اعمل ايه ياما؟ سيبني في حالي بقى. الفيلم اللي بعد كده معانا النهارده هو فيلم الناظر، فيلم من اكتر الافلام اللي انا بعشقها بكل تفاصيلها، وهو فيلم علامه في السينما المصريه، المدرسه الجديده من الافيهات اللي عملها الفيلم ده اللي لسه عايشه لحد دلوقتي، وافيهات الفيلم ده اللي بتعتبر جديده وغريبه على جيل الثمانينات والتسعينات، الجيل اللي كان منتشر في وقته الافيهات اللفظيه او القلش الرخيص زي ما احنا بنقول دلوقتي، اللي كانت بتعتمد على انهم يجيبوا واحد يسموه الجحش ويقعدوه في قعده، وكل واحد بقى يفضل يرمي عليه نكته، زي ان مثلا يقول له انا اول مره اشوف جحش بيتكلم، وكله يفضل مستلم هذا الجحش لغايه ما جه فيلم الناظر وغير نوعيه الافيهات دي، وبقى فيه نوعيه افيهات جديده، مدرسه جديده لسه السينما بتتبعها لغايه دلوقتي، مدرسه طلعت كوميديانات كتير جدا من الفيلم ده زي احمد حلمي ومحمد سعد، وحتى في الشارع افيهات الفيلم ده لسه ما زالت متداوله ما بين الناس. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. سايبيني ساعتين مرمي في المستشفى، مفيش في قلوبكم رحمه. جايب لي ورد ولا ما فطرتش من الصبح يا ابن الكذبه. فيلم الناظر هو كل حاجه فيه بتفكرني بايام ما انا كنت صغير، نبره صوت الفنان علاء ولي الدين، انا لازم اتغير يعني لازم اتغير، وافهاته ومواقفه في الفيلم، وعاطف وغبائه. فين الفيشه طيب؟ والليمبي، انا عاجي معاكم كده. والاستاذ حسن حسني في دور السيد الضاهي وكيل المدرسه، وهشام سليم ويوسف عيد، وكل اللي شاركوا في الفيلم ده هم بيعتبروا ايكونيك، وفعلا بيخلوني احس ان انا سعيد وانا بشوف الفيلم ده وانا كبير. الفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم ابو علي، الفيلم اللي من بطولة كريم عبد العزيز ومنى زكي. الفيلم ده تم انتاجه في سنة 2005. الفيلم ده بالاغنية اللي فيه بكل احداثه هو جامد جدا، وده طبعا اللي احنا واخدين عليه دايما من كريم عبد العزيز، ان حاجاته كلها بتكون توب. ابو علي هو فيلم حلو جدا لكريم عبد العزيز، وبمجرد ما هتشوف الفيلم ده هتحس انك انت رجعت تاني لايام الشقاوة، ايام لما كنا صغيرين. الفيلم طبعا كان فيه معاني اكبر بكتير من طفل عنده 10 سنين قاعد بيتفرج عليه وهو صغير، لكن الفيلم ساب لنا نوستالجيا جامده جدا. الفيلم بيحكي عن حسن اللي الظروف اضطرته ان هو يسرق الراجل الشمال اللي هو كان شغال عنده عشان يعرف يعالج اخوك عنده عيب خلقي في القلب، ثقب في الاذين الايمن. احنا قدرنا نسيطر على الحاله بشكل مؤقت،
بس ده مش هينفع لأكتر من 4-5 أيام، أسبوع بالكتير. ومن هنا بتبدأ المطاردات بينه وبين العصابة دي، وفي رحلة المطاردات دي بيتعرف على بنت وهي منى زكي، ومن هنا بتنشأ قصة حب وسط المعاناة. فيلم جامد جدا وانا بحس بنوستالجيا غريبة كده لما بتفرج عليه. واخر فيلم معانا هو فيلم السفارة في العمارة. لو فاكر ان الفيلم ده فيلم كوميدي وممكن انك تفتكر بيه ايام ما كنت صغير، بس تبقى انت غلطان ومحتاج انك تتفرج على الفيلم ده تاني. الفيلم في نصه كده بيناقش موضوع اللي ما يتسموش، في افلام تانية كان ممكن احطها لعادل امام، ولكن انا اخترت الفيلم ده بالذات لان الفيلم ده علمني وانا صغير ازاي اكره اللي ما يتسموش دول وما احبهمش. وده لما اياد صديق شريف خيري اتقتل على ايديهم، وكان مشهد صعب جدا. وده اللي بيحصل دلوقتي برضه، ومش عارفين هيكمل لحد امتى. السفارة في العمارة هو فيلم حلو جدا، وليا الذكرى دي معاها ان هو علمني ازاي اكره اللي ما يتسموش دول. عارفين اللي انا اكتشفته ايه؟ اكتشفت ان انت ممكن تكبر، مشاكل وضغوط الحياة ومعاناتها ممكن تكبر معاك شوية بشوية وتنسى او تفتقد حتة الطفولة دي، بس في بعض الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تعملها تخليك تبتسم الابتسامة دي، ابتسامة النوستالجيا او الحنين للماضي. والافلام دول بصراحة من الافلام اللي انا لما بتفرج عليهم بتخليني ارجع شوية احس بايام الطفولة. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وقولوا لنا انتوا ايه الافلام اللي لما بتتفرجوا عليها كده بتحسوا بنوستالجيا وبتحسوا ان انتوا رجعتوا للطفولة شوية. وبس كده، سلام.